اللي شد بالي البارح في الليل واليوم وانا نتابع في القنوات الرسميه وشبه الرسميه في الجزائر، والتغطيه نتاعها للاحتجاجات تاع خوتنا المغاربه. يا سيدي القناه الرسميه الجزائريه نقولها لكم بسرعه باوامر من الرئاسه فتحوا لهم وقال لهم ديروا التغطيه، ما تعطيوش الحدث. تحل نشرة الأخبار تلقى غير المغرب احتجاجات، هي خلات في المغرب، هاي صرات هاي الآخر، وتحس بالتعبيرات التقارير نتاعهم تحس باللي هما يقول لك نساندوا الشعب المغربي للتخلص من النظام المخزني الفاسد وكذا، لكن فيها التشفي فيها بون. أنا نعرف تقارير كيف يكتبوها، لكن السؤال المطروح اللي يطرحوه كثير من الجزائريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تروح الفيسبوك بهدلوهم، وش من مصداقية عندك انت تحكي على الاحتجاجات تاع الشعب المغربي؟ سجلت انا في 6 سبتمبر 2019 درت فيديو في الجمعة هذيك، كانت جمعة تاع الحراك، جمعة 24 تقريبا. كل القنوات الخاصة والقناة الرسمية هذه اللي تغطي في احتجاجات تاع المغرب عاملين افلام وستيرن، رسوم متحركة، افلام مدبلجة، دير اي حاجة، ما تحطش برك الكاميرا وتقول باللي كاين الحراك. هذا واش كان يصرى في جمعات الحراك الشعبي، التعتيم، التضليل، التشويه، ومن بعد راحوا للتقسيم. دونك هذه القنوات هذه اللي قهرت الشعب الجزائري بالتضليل والتعتيم، وكيف كانوا الملايين يخرجوا في الشارع وانت في التلفزيون ما تشوف ولا شيء، تشوف افلام ورسوم متحركه، لانه كانت هناك الاوامر الفوقيه. يجوا نفس التلفزيونات خاصه التلفزيون الرسميه نشرة الثامنة تجي تدافع على الشعب المغربي. انت الشعب اللي ما فيهش الخير في الشعب نتاعو ما فيهش الخير في شعوب الناس. هذه هي مهزله وفضيحه، والناس ما تحشمش، ما يحشموش. انا مع الشعب المغربي في تحقيق اهداف هذا الاحتجاجات نتاعو، طبعا لا للرشوه لا للفساد لا للاستبداد لا للظلم، هذا حق كل الشعوب العقادة ناظر. بس الاحرار هما اللي يدافعوا على الاحرار، ماشي العبيد يجي يدافعوا على الاحرار. ماشي انت كنت تسب في الحراك وتشوه في الحراك ودير التعتيم على الحراك وتجي تقول لي والله انا راني مع الشعب المغربي. ساكول با مون شير امي، يقولها بالفرنسيه. هذا ما يمشيش.